رئيس أركان الجيش الإثيوبي يؤكد على امتلاك البلاد جيشا قادرا على حماية حدود الوطن. إثيوبيا وكينيا تستعدان لتفعيل اتفاقية التجارة الحدودية بين البلدين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. أكد المشير برهانو جولا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإثيوبية أن الجيش الإثيوبي قد حقق إنجازات كبيرة في الحفاظ على سيادة البلاد من خلال التصدي للهجمات العدوانية وحماية مصالح الشعب. جاء ذلك أثناء الاحتفال بالذكرى 47 لتأسيس القاعدة الغربية للقوات الإثيوبية تحت شعار الجندي الإثيوبي نموذج للقدوة في الصمود في ولاية أوروميا. وقال برهانو جولا أن الجيش الإثيوبي كان دائما حاميا للسلام والكرامة الوطنية. كما ذكر المشير إلى أن الحرب في غرب إثيوبيا كانت جزءا من تاريخ البلاد النضالي الكبير منذ عام 1970، وأن الجيش الإثيوبي قد دافع عن سيادة البلاد بكل عزيمة وقوة. وأكد أن الجيش الإثيوبي يظل الحارس الأمني للسلام في البلاد، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية والكرامة الوطنية. ومن جانبه صرح رئيس إدارة إقليم أوروميا شماليس أبديسا عن تقديم الجيش الإثيوبي تضحيات جسيمة، حيث تحمل رعب العدو وشارك الآلام شعبه وكان درعا للوطن. دعا عضو اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس النواب الإثيوبي السفير دينا مفتي إلى توسيع نطاق مبادرة البصمة الخضراء لتشمل الدول المجاورة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز جهود إثيوبيا الدبلوماسية وتوسيع أثرها البيئي والإقليمي. وشدد السفير على ضرورة دمج المبادرة ضمن السياسات الخارجية للبلاد، مشيرا إلى أن النجاح الذي حققته المبادرة على المستويين القاري والدولي يعكس الصورة الإيجابية لإثيوبيا، ويمنحها فرصة لبناء قدرات إضافية داخل السلك الدبلوماسي. وقال دينا إن مشاركة خبرات إثيوبيا في مجال مكافحة التغير المناخي من شأنه تعميق علاقاتها الخارجية وتعزيز حسن النية مع دول الجوار، لافتا أن الريادة التي أظهرتها البلاد في هذه المبادرة تضعها في موقع مؤثر إقليميا ودوليا. ومن جهته أكد الباحث في معهد الشؤون الخارجية الدكتور سليمان تكالن التزام إثيوبيا القوى بتوسيع المبادرة، مشيرا إلى أن البلاد تبرعت بملايين الشتلات للدول المجاورة على نفقتها الخاصة في إطار توسيع الأثر البيئي والتنموي للمبادرة. ودعا سليمان إلى تصدير التجربة الإثيوبية وتكثيف الجهود لتوسيع المبادرات خارج حدود البلاد، بما يخدم المصالح الاستراتيجية والبيئة لإثيوبيا والمنطقة على حد سواء. تستعد إثيوبيا وكينيا لتفعيل اتفاقية التجارة الحدودية المشتركة في خطوة
تهدف إلى تسهيل تبادل السلع والخدمات بين سكان المناطق الحدودية وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. كما أكدت وزيرة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية أن الاستعدادات جارية لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ بعد التواصل إليها عقب 3 جولات من المفاوضات والتوقيع النهائي عليها خلال الشهر الماضي. وأوضح وندم فلة مدير العلاقات الإعلامية بالوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى تيسير التجارة في نطاق يمتد 50 كيلومتر داخل الأراضي الإثيوبية و100 كيلومترا داخل كينيا. وأكد فلة أن الاتفاقية تتيح لسكان المناطق الحدودية فرصة الحصول على منتجات لا تتوفر بسهولة في مناطقهم، مشيرا إلى أن قائمة السلع المسموحة بتداولها تم إعدادها بناء على دراسات للسوق واحتياجات المجتمعات المحلية. وتسعى الاتفاقية إلى تسهيل حركة سلاسل الإمداد والحد من التهريب والتجارة غير المشروعة مع تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية، فضلا عن توطيد العلاقات بين شعبي البلدين. ودعا المسؤول المجتمعات الحدودية إلى الاستفادة من الاتفاق ضمن الأطر القانونية، مؤكدا أن تفعيل الاتفاقية سيسهم في تقليص عمليات التهريب ويدعم التجارة الخارجية الإثيوبية من خلال قنوات رسمية ومنظمة. أكد السفير عمر حسين سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة على الدور الكبير الذي تلعبه الجالية الإثيوبية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. جاء ذلك خلال احتفالية أسبوع إثيوبيا التي أقيمت في أبو ظبي والتي جمعت الإثيوبيين من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وكجزء من هذه الاحتفالات تم تنظيم منتدى عمالي يهدف إلى ربط مجتمع الأعمال الإثيوبي في الإمارات بمنظمات الأعمال في إثيوبيا. وقد افتتح السفير عمر المنتدى مشددا على أهمية دور الجالية في تسريع تقدم إثيوبيا، كما سلط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به الجالية في تسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا، وهو أمر أساسي لتطور البلاد. وأشار السفير إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة الجالية في الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها، مؤكدا على الحاجة إلى تنظيم مزيد من المنتديات الاقتصادية لتقوية هذه الروابط. وخلال المنتدى تم تحقيق إنجاز مهم حين وقعت السفارة الإثيوبية في أبو ظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وغرفة تجارة وصناعة إثيوبيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الغرفتين. قال سفير باكستان لدى إثيوبيا عاطف شريف ميان إن مدينة أديس أبابا أصبحت وجهة أكثر حيويا وسهولة في الوصول بفضل التطورات المتنامية في البنية التحتية، مما جعلها توفر مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق الحديثة لتلبية احتياجات الزوار المختلفة. وأشار السفير إلى أن مرافق البنية التحتية في أديس أبابا شهدت تحسينات كبيرة، وأنها يشجع المسافرين الباكستانيين على التوقف في أديس أبابا. كما أوضح السفير أن مرافق البنية التحتية في أديس أبابا ساهمت في تقليل الازدحام المروري وجعلت البيئة العامة للمدينة أكثر جمالا. كما أضاف أن تحسين المرافق العامة والنظافة العامة للمدينة ساهم في رفع مستوى المعيشة لكل من السكان والزوار على حد سواء. وشدد السفير على أن استقلالية أديس أبابا المالية وأنظمة توليد الإيرادات الحضرية يمكن أن تستخدم لتطوير المدينة وتحقيق الفائدة لسكانها، كما أنها تمثل مصدرا قيما للمعرفة والخبرة للمدن الأخرى. وفي ختام حديثه أشار إلى أن المدن والبلدات الباكستانية يمكن أن تتعلم الكثير من نموذج هذه المدينة،
مؤكدا على إمكانياتها في إلهام استراتيجيات فعالة للنمو والتطور الحضري. أكدت الدنمارك التزامها بتعزيز شراكتها الطويلة مع إثيوبيا في مجالات التنمية الشاملة والتنمية الأخضر والتعاون بين الشعوب. كما أعرب السفير الدنماركي لدى إثيوبيا سوني كورغستروب عن تقديره لدنماركيات التنمية واحترام الإنسان في ثقافة الشعب الإثيوبي، وأعرب عن دعم بلاده لتوسيع وتطوير الوجهات السياحية بالإضافة إلى الإشادة بمشروعات التنمية الأساسية الجارية في مدينة أديس أبابا. وأشار إلى أن العلاقة بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا عبر الزمن، مؤكدا أن الدنمارك أظهرت التزاما قويا منذ بدء تنفيذ أول برنامج دعم في عام 2018، وأعلن عن استعداد بلاده لإطلاق الجولة الثانية من برنامج الدعم الخماسي قريبا، والذي سيشمل مجالات بناء القدرات، التنمية الخضراء، تنمية المياه، الطاقة المستدامة، والزراعة المقاومة لتغير المناخ. وأكد أن إثيوبيا تعد شريكا رئيسيا وصاحبة أكبر اقتصاد في منطقة القرن الإفريقي، وأن دورها في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين في تزايد. وأشار إلى أن تأثير تغير المناخ يعد من الأسباب الرئيسية للنزوح والصراعات في إثيوبيا، مؤكدا على أهمية التعاون لمعالجة هذه التحديات. قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير المجتمعات الصناعية في إثيوبيا إن المناطق الاقتصادية الخاصة في البلاد تحقق نتائج ملموسة من خلال توسيع فائدة الاستثمارات المتنوعة وخلق روابط سوقية مستدامة للمزارعين. وأوضحت المؤسسة أن قدرة إثيوبيا على تنفيذ المشاريع الحكومية وفقا لجدول الزمنية والمعايير المطلوبة قد تحسنت بعد الإصلاحات الوطنية الأخيرة. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي زمن جوندي أن الإصلاحات الاقتصادية أسفرت عن تعديلات جوهرية في اللوائح والتوجيهات التشغيلية، وأشار إلى أن هذه الإصلاحات عالجت العديد من المعوقات في قطاع الاستثمار، مما أتى خيارات استثمارية ملائمة للمطورين الأجانب. وبحسب قوله نجحت المؤسسة خلال الأشهر التسعة الماضية في استقطاب 80 استثمارا جديدا في هذه المناطق متجاوز هدفها المحدد. وأوضح زمن أن التركيز لم يعد مقتصرا على صناعة النسيج والملابس فحسب، بل توسع ليشمل قطاعات استثمارية متنوعة. كما أشار إلى أن جهودا تبذل حاليا لدمج هذه المناطق الاقتصادية مع الموارد المحلية المتوفرة من أجل تنويع الأنشطة الاستثمارية. مشاهدينا الكرام، قبل ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. رئيس أركان الجيش الإثيوبي يؤكد على امتلاك البلاد جيشا قادرا على حماية حدود الوطن. إثيوبيا وكينيا تستعدان لتفعيل اتفاقية التجارة الحدودية بين البلدين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا لهذه الساعة، نشكركم لحسن المتابعة، بأمان الله.